ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من عذاب النار وأهوالها يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام الفضلاء، في حصة اليوم إن شاء الله تعالى أعيد كلمة في صلاة الظهر بعد صلاة الظهر، ونترك كلمة العصر إعادتها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. كنا تحدثنا في صلاة الظهر عن موضوع له علاقة بالإنفاق في سبيل الله، وهو ما يتعدى من العبادة إلى الغير. قلنا إن العبادة فيها ما لا يتعدى إلى الغير، ما حده العابد الشخص نفسه، وفيها ما يتعدى نفعه إلى الغير. الصدقة والإنفاق هي من هذا الباب الذي يتعدى نفعه إلى الغير، وهناك عبادة أخرى موازية للإنفاق في سبيل الله يتعدى نفعها إلى الغير، وفيها أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة حسن الخلق، الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، ولكنكم تسعونهم بأخلاقكم. لن تسعوا الناس بأرزاقكم. الإنسان مهما بلغت ثروته ومهما كان رأس ماله لا يستطيع أن ينفق عن كل من يلقاه. ما يمكنش للقديم تعطيه صدقة، لا يمكن أبدا. مهما كانت ثروة الإنسان ومهما بلغت لا يستطيع أن يسع بها الناس، ولكن بالأخلاق تستطيع أن تسع الناس، غنيهم وفقيرهم، شيخهم وصغيرهم، الجميع يستطيع أن تتصدق عليه بأخلاقك. تسع الناس بأخلاقك. النبي صلى الله عليه وسلم قارن ما بين الصدقة وحسن الخلق. الصدقة وحسن الخلق. لماذا؟ لأن قلنا نفعها مع أن يتعدى إلى الغير. هذا يعتبر حظ الغير فيك. حظ الغير فيك أنت هو حسن خلقك. حظ الزوجة وحظ الأبناء وحظ الوالدين وحظ الجيران وحظ أصدقاء العمل وحظ المسلمين وحظ البشرية كلها، نصيبهم فيك في حسن خلقك. إذا كانت الإنسان عنده أخلاق طيبة فإنه يسع بها جميع الناس ويدخل بها إلى قلب جميع الناس. تتصدق بماذا؟ بتبسمك في وجه أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا نظر لك أخوك يعني أخوك في الدين وحتى أخوك في الإنسانية، بشر من البشر، إذا نظر إليك تتبسم في وجهه. فإذا تبسمت في وجهه عبرت له عن أن قلبك تجاهه نقي طاهر. لماذا
جعل لنا الإسلام تحية السلام هي السلام، تحية الإسلام هي السلام، تعلن للغير أن قلبك نقي تجاهه، لا تكن له عداء ولا حقدا ولا حسدا ولا كراهية ولا بغضا، تتبسم له. تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب لماذا تبخل أنت عن نفسك بهذه الصدقات؟ لماذا؟ وقلنا إن كثير من الناس يعتقدون أن الابتسامة يعني انحلال، ضعف الإنسان وانحلال، قلة الالتزام بالدين، قلة الجدية وقلة كذا وكذا، وأن الرجل ينبغي أن يكون حازما جادا لا يرى إلا عبوسا. هكذا يعتقدون أن هذه يعني عباسة الوجه جزء من الدين، جزء من الالتزام، جزء من الجدية، جزء لا هذا ليس من الدين شيء. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك. وشوف قلنا الناس الغربيين تيقول ابتسم، تيكتبوها الناس في الطرقات الكبيرة، تكون ماشي في الطريق الكبيرة وتلقى الناس كاتبين واحد البانو كبير كاتبين فيه ابتسم تبتسم لك الحياة، ابتسم تبتسم لك الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الدين وجعلها صدقة، أنت مأجور عليها تتاب عليها. وماذا تكلفك يا أيها الأخ الكريم؟ أش كتكلفك الابتسام؟ إذا شفتي في واحد الأخ ديالك وتبسمتي ليه أش يكلفك؟ لا يكلفك كثيرا وتأخذ عليه جزاء ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى، فيكتب لك الله سبحانه وتعالى أجره وثوابه عنده إذا ابتسمت في وجه أخيك. وقلنا إن الأخلاق أيها الأحباب الكرام، الأخلاق هي ثمرة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. إذا كان الله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. إذا أردت أن تكون بارا بربك، بارا بوالديك، بارا بالبشرية، فليكن فيك حسن الخلق، أن تكون حسن الأخلاق، لأن حسن الخلق هي ثمرة الدين، ثمرة الإسلام، هي معيار تدين الإنسان. فإذا كانت عندك واحد الشجرة غرستها ورعيتها وشيها حتى كبرت، إذا كانت فيها ثمرة الناس يأوون إليها، الناس يجيوا لهذه الشجرة يستظلوا بظلها، يقربوا منها ليستفيدوا منها. لكن إذا كانت شجرة ما فيها ورق ولا ثمر ولا شيء لا يقترب منها شيء أبدا، لا يقترب منها أحد أبدا. إذا كان الرجل يصلي محافظ على الصلاة دياله، محافظ على الصيام دياله، محافظ على العبادات، لكن أخلاقه سيئة يؤذي الناس، معناه أن الناس يجهلون أنه دينه لا ينفع في شيء، تدينه هذا ما عنده قيمة. فين شهادة الجيران؟ فين شهادة الأبناء؟ فين شهادة الزوجة؟ فين شهادة قريب الناس؟ فين شهادة الناس اللي معك في العمل؟ فين شهادة هؤلاء الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود ديال الله عز وجل في الأرض، اللي ثنيتوا عليه. على من كيثنيوا الناس؟ على حسن الأخلاق، حسن الخلق. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. واحد يصوم ويقوم الليل ويجتهد في هذا الباب من أجل أن يبلغ، يعني اللي كنقولوا درجة الصائم القائم بمعنى الذي يزيد التطوع النافلة، كيصوم الفرض ثم يزيد صيام التطوعي، يصوم صيام داوود، يصوم يوما ويفطر يوما، يقوم الليل ليبلغ درجة. إذا كان واحد حسن الخلق فيه أخلاق حسنة مع الناس يبلغ درجة بحسن خلقه. إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق
درجة الصائم القائم. فإخواني الكرام، ثمرة الإسلام في حسن الأخلاق. حظ الغير منا أن نحسن أخلاقنا. وإحنا يعني تنقول دائما الكل يعلم الآن، كل الناس يعلمون أن الإسلام انتصر بحسن الخلق. الإسلام انتصر في واحد ثلثين من العالم، ثلثين من الكرة الأرضية بلغها الإسلام بأخلاق المسلمين، لا ليس بسيوفهم ولا بالمناظرات ديالهم العلمية ولا بكذا، إنما بأخلاقهم، باستقامتهم، بصدقهم، بإخلاصهم، بمعاملتهم الطيبة، بصبرهم على دينهم. انتشر هذا الإسلام. وإذا كنا نردد هذا، إذا كان نردد هذا باعتباره عملا من أجدادنا نشر به الدين، يعني أجدادنا نفتخر بأعمالهم أنهم كانت عندهم أخلاق حسنة نشروا بها الدين، فعلينا أن نستحضر الصورة الأخرى، ما يمكنش، ما خصناش نغيبها من الأذهان ديالنا، وهو أن أخلاق واحد العديد من المسلمين اليوم يقف حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم واحد العدد من الناس الأخلاق ديالهم تبتلوا بالأخلاق السيئة، فكانت أخلاقهم حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله، في طريق انتشار الإسلام. لماذا؟ لأن الغير يبحث عن النموذج. غيرنا من هؤلاء الناس اللي كتعيشوكم الأنفس منهم وغيرهم يبحثون عن النموذج، كيبحثوا عن النموذج. أنت حط ليه الكتب، يقرأ الكتب، يقرأ البخاري ومسلم والتفاسير ديال القرآن ويقرأ، لكن كيقول لك أعطيني النموذج. واش هاد الناس متدينين مسلمين؟ واش هاد الناس من أهل الكتاب والسنة؟ لو أعطيني منهم النموذج، بمعنى من ينزل هذا الذي في الكتب في حياته، يشخص في حياة الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة شخصوا الناس الإسلام سلوكهم. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل عليهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض، والصحابة كذلك كانوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كتقرأ القرآن وكتنظر الحياة ديالهم، تجد ما يقوله القرآن يطبقونه في حياتهم، ما في السنة يطبق في حياة الناس. ما كيجعلوا شيء، لأن المشكل اللي عانوا منه الديانات السابقة، الديانة ديال النصارى واليهود وخصوصا الديانة النصرانية. الديانة ديال النصارى كانت الكتب ديالهم موضوعة في الرفوف، لا يعلمون ما فيها أبدا. لا تجد نصرانيا من النصارى يعطيك التفاصيل ديال الإنجيل، الأبواب ديالو وبالأسفار اللي تسميوها هما، بالفصول ديالو شنو كاين فيها، شنو اللي مكتوب فيها. لا، كتاب مقدس كيزوقوه وينمقوه ويقدوه ويحطوه في النار ويبداو يتبركوا منه دون ان يعلموا ما فيه. إلا قراوه ربما يستنكروا كثير من الاشياء اللي كاينه فيه، ولكن ما كيقراوش. المسلمين واحد العدد منهم يعني مشى في هذا الاتجاه، بمعنى حدث للامه انفصام وانفصال بين ما هو في اصولها في كتبها وبين حياتها اليوميه. وقع واحد الانفصال، وهذا الانفصال اضر بالإسلام وأضر بالمسلمين. فالناس محتاجين أيها الإخوة الكرام إلى أن يعودوا إلى أخلاق دينهم. الناس محتاجين باش يرجعوا يتخلقوا بالأخلاق ديال الدين ديالهم، فيها الصدق، فيها الصبر، فيها الإخلاص، فيها البر، فيها هذه الأخلاق، هذه المعاني الغالية النفيسة. الأمة اليوم في حاجة إليها. إذا تخلقنا بهذه الأخلاق كونوا على يقين، إذا أعطينا للناس نموذج ديال الدين ديالنا أن هذا الدين سينتشر فيه من انتشار، ينتشر فيه من انتشار، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأنظمة أو على مستوى العلماء أو على مستوى، فيكون كل واحد منا أيها الإخوة الكرام، كل واحد منا يكون الهم ديالو يصلح نفسه، يصلح البيت ديالو. لأن الأخطاء اللي كنوقعوا فيها احنا أننا كنحملوا المسؤولية لجهات أخرى. كل واحد كينتقد،
نحسن الانتقاد ولا نحسن أن ننتقد أنفسنا وأن نصلح أنفسنا. أنت ماشي مسؤول باش تصلح القائد ولا رئيس المجلس البلدي ولا القاضي ولا ماشي مسؤول عليه. أنت مسؤول باش تصلح نفسك، أنت أنك تصلح نفسك وصلح. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نفسك وأهلك ابدأ بهم، صلحهم، هذا هما اللي مسؤول عليهم أنت. وخلي الغير، سيأتي وقت إصلاحه. إذا تصلحت أنت وتصلح هذا وتصلح ثاني وتصلح هذا وتصلح هذا نكون مجتمع صالح. فالحمد لله الله عز وجل يصلح لنا كل ما حولنا. لكن إذا ذهبنا نرمي المسؤولية عن الغير وننتقد الغير ولا ننظر إلى أنفسنا، هذا خطر فينا. قلنا أيها الإخوة الكرام، أخلاق المسلم هي الرائحة ديالو. الرائحة إذا بانت لنا واحد الوردة نوارة، يعني في المنظر ديالها رائع وممتاز، هذيك الوردة إذا كانت عندها الرائحة الزكية أنت تستطيع تمشي لها، تقترب منها، تشم الريحة ديالها بغض النظر واخا يكون المذاق ديالها مر، تتجلبك لها بالرائحة الزكية. إلا مشيتي تتقطفها وتشمها وتلقى فيها رائحة زكية، إلا احتجتي باش تنضخها إلا لقيتي فيها مرورة في المذاق ديالها تستعملوها لأن فيها رائحة زكية. ولكن إلا شفتي هذيك الوردة بانت لك في المنظر جميلة واقتربتي منها ولقيتي فيها الرائحة الناتنة ريحتها كريهة ما تستطيع تقرب لها واخا يكون المذاق ديالها حلو. إلا قال لك شي واحد هذيك الوردة إلا مضغتيها تلقى العسل في وسط منها ما تقدرش تقرب لها لأن الريحة ديالها ناتنة. هذيك الريحة هي الأخلاق ديالنا. إذا كانت عندنا الأخلاق طيبة هي الرائحة الزكية الطيبة التي تجلب إلينا الناس. ملي يجيو الناس يقتربوا منا بحسن أخلاقنا إلى لقاو فينا شي مرورة ولا شي حاجة يصبروا عليها ويستحملوها. لكن إذا كانت الرائحة ديالنا ناتنة والأخلاق ديالنا ماشي هي هذيك يبتعدوا من بعيد، لا يقتربون منك أبدا ولا يسمعون منك أبدا. فإخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال، نذكر الحديث الذي به بدأت، إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكنكم تسعونهم بأخلاقكم. تسعوا الناس بالأخلاق ديالكم يمكن تسعوا الناس كاملين. وأكتفي بهذا وقبل أن أختم نوقف واحد جوج وقفات مع قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيه هدى. الله عز وجل ذكر الهدى ولم يذكر المهدى. هدى لماذا؟ تركه الله سبحانه وتعالى محذوفا. قلنا الهدى عنده أركان 4، كاين الهادي والمهدي والمهدي به والمهدي إليه. الهادي هو الله سبحانه وتعالى والمهدي هو الإنسان والمهدي به هو القرآن، والمهدي له مسكوت عنه ليبقى عاما فتفيد الآية العمومة، بمعنى يكون القرآن هاديا لجميع أنواع الخير كيفما تصورها الإنسان. يعني العقل ديالك يمشي في كل اتجاه، يعني هدى في الأخلاق وهدى في العقيدة وهدى في المعاملات وهدى في العبادة وهدى في أحوالك كلها، هدى في الدنيا وهدى في الآخرة. فالقرآن فيه عموم هدى يعم حياة الإنسان ومستقبله الدنيوي والأخروي. ثم قال الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم، من هذه تفيد التبعيض في اللغة العربية، يعني من بعض أرزاقهم، ينفقون من بعض فقط. هذا فيه دليل على أنه مطلوب من الإنسان ينفق واحد القليل من المال ديالو، أنك مطالب ماشي تنفق جميع ما تملك ولا نصفه ولا ربعه، لا عشر أو أقل من العشر أو ربع العشر مما رزقناهم. فهذه تبعيضية تفيد أنك مطالب بإنفاق بعض مالك وليس كله. ثم قال الله عز وجل رزقناهم لتعلم أن ما بيدك ما أدركته لا بسلطانك ولا بعقلك ولا بجهك، إنما هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو اللي أعطاه لك وطلب منك أن تعطي منه. أكتفي بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على حبيبك ونبيك وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.